الأخبار يا جماعة؟ ليكوا وحش والله. جيت لكم دلوقتي إن أنا مسافر يعني مرة أسافر برا، وأنا في الإمارات دلوقتي، بس الإمارات يعني مننا فما تعتبرش برا أوي. فالنهاردة مسافر بلد. آه، إيه هي؟ إحنا مسافرين المفروض جورجيا. فهنشوف بقى الدنيا إيه. أنا أول مرة أسافر هناك، ما معرفش أي حاجة. فهنجرب ونشوف، وأكون معاكم لحظة بلحظة. مدينة أهو وصلنا. مدينة بقى نستنى طيارتنا، فاضل لنا نقعد ساعتين كده نستنى الطيارة. دخلت الديوتي فري على إن أنا بقى ألاقي حاجة رخيصة وكده، بس للأسف أنا طلعت فقير قوي، فبرضه معرفتش أشتري، فتقريبا مش مستاهلة يعني. لقيت برضه الحاجات غالية بالنسبة لي للأسف. يلا هشوف بقى حاجة كلها كده، الواحد جعان الصراحة، والمطار زحمة جدا جدا جدا. ده الأكل اللي موجود. كلاب ساندويتش، مش عارف، بفكر أجيب واحدة من دول، بس أنا بحب الكلاب ساندويتش أوي. فنشوف الدنيا فيها إيه. أوصل بقى ونرجع تاني. يلا. أخيرا وصلت. بلد بسيطة جدا، تحس إن أنت نازل قرية، فاهم، كلها زرع وبتاع. بلد لذيذة أوي. الناس حاسسها رايقة، ولو إن المطار برضو بالنسبة للمطار ما كانش أحسن حاجة. يعني احنا جايين من دبي مثلا، فدبي يعني مينفعش تقارن ايه بإيه، حاجة عالية جدا. آه، الناس هادية جدا الصراحة، وبلد رايقة. جاي كده فرجكم معايا، احنا رايح دلوقتي الأوتيل، فنشوف الدنيا شكلها ايه بقى. يلا تعالوا معايا. أخيرا وصلت الفندق. الفندق ما كنتش زي ما متوقع خالص. الفيو عندي مبنى، غير اللي أنا شفته على بوكينج دوت كوم. الأوضة صغيرة جدا جدا، هي سرير وحمام بس خلاص يعني. مش طبيعية. الحمد لله. هنا الأوتيل حاجة كويسة صراحة، إن الأوتيل هنا عندهم شطافة. أنا الصراحة ما عملش حسابي على موضوع الشطافة ده، في حوار رخم شوية. فهنشوف بقى هنعمل ايه في حوار الشطافة ده. اروح ادور على اسمها ايه، اللي هي السبراير دي. مش عارف، الشطافة اللي هي البورتابل دي، اللي هي بتاخديها معاك تاخدها معاك في الشنطة. أه بس فهنشوف بقى. انزل دلوقتي. كنا عايزين تاكسي، لسه ما غيرتش طبعا فلوس، اللي هي العملة بتاعتهم اللي هي اللاري دي. شوف كده انزل. في تاكسي اسمه بولت، سألت حد قال لي زي اوبر يعني، بس ابلكيشن. فهنشوف بقى الدنيا. لسه برضه عايز ادور على سيم كارد. المفروض في سيم كارد بتاخدوها من المطار، بس انا عشان حاجز مع شركة سياحة فهم يدوها لي بس بكرة يعني. بس فهنشوف كده، نبدأ الرحلة بكرة اللي هي الزيارات دي. نشوف بقى المرة دي الكلام على ايه. ننزل نشوف المولات، نتفسح بقى، نشوف الدنيا عاملة ازاي. ربنا يسهل. هطلب بقى بولت ده دلوقتي ونشوف هيجي ازاي. خلينا بنطلب الأكل بقى دلوقتي، نجرب. ممكن نطلب في بيتزا، في ستيك. ايه ده؟ ستيك بميت ب18. الأكل جالنا اهو. شوف بقى، طلبت برجر الصراحة.
انا بتمشى ونازل منزل ابن لذينه يعني، بجد تعبت من النزول. منزل كبير فشخ. بعدين بنحاول ننزل. اخيرا. بص النازله يعني، لو شفت ورايا المنزل عامل ازاي، نزلت كل ده. بس ان انا لو اتكعبلت هتدقلك دقلجه كانها زحليق. بعدين بنشوف الدنيا هنا اهي يعني، عايز اطلع على الشارع الرئيسي كده نتمشى. فدينا بنتفرج بقى. تعالى فرجت معايا والله. الحاجات دي قديمة أوي، كانت زمان عندنا بس دلوقتي اختفت. الشارع هنا زي شارع وسط البلد بالظبط زمان بقى، لما كانت الدنيا نظيفة شوية. بس هو شبه وسط البلد جدا جدا، والناس فيه لذيذة هادية. حتى في كافيهات على الرصيف اهو. بص. وشنط. شنط ضرب دي ولا اصلا 75 جيل. الجيل ده جورجيان لاري. يلا. المفروض دلوقتي اديني بتمشى كده بنشوف الدنيا. بس بكرة هبدأ بقى نشوف اللي هي المعالم السياحية وأيا كان يعني. في هنا عرب كتير جدا. فأنا ساعات بحب استغل ان انا مثلا بتكلم عربي غيري ما بيفهمنيش، فبقى برطع بقى في الكلام. بس الواحد هنا يخاف الاقيه يتفهم، لان في كتير جدا مصريين عرب كتير فشخ. رجعت امبارح ونمت بقى لسه صاحي. المفروض النهاردة نروح زي أماكن كده سياحية يعني، المفروض تبقى شكلها ايه صراحة، بس هنكتشف. هجهز كده وأفطر وبعد كده نروح الليلة دي نشوف ايه برا. يلا أشوفكوا بعد شوية. دلوقتي احنا رايحين نركب التلفريك اهو، بقى تجربة نظام.
فوق الجبل كده. منظر الصراحة جامد أوي. جبنا التلفريك زي ما انتوا شفتوا كده، رايحين لتمثال كده فوق الجبل، بس جامد فشخ، شكله كبير. المنظر عامل ازاي؟ ده المنظر من فوق كده، البيوت جامدة الصراحة.